الاسبوع اللي فات احنا اتكلمنا عن نظرية زحزحة القارات. وطبعا لما كلمتك عن النظرية ديت كل اللي انا قلته عليها ان القارات دي كلها كانت في الماضي عبارة عن قارة واحدة، وبدأت القارة دي تتزحزح بعيد عن بعضها، وبدأت الأجزاء وكل جزء يروح مع التاني، ده يروح هنا ده يروح هنا، وبدأت أجزاء كلها تتوزع بعيدة عن بعضها. وأنا قلت لك ده كلام كذب كذب كذب. ليه؟ اللي ما ينفعش نصدق حاجة إلا بدليل. لازم تديني أدلة. أنت بتقول لي قارات كانت كلها قارة واحدة واتزحزحت بعيدة عن بعضها. عندك دليل يا أستاذ حميد على الكلام ده؟ عندي 5 أدلة. عندي دليل فيزيائي، يعني دليل قدموه الناس بتوع الفيزياء ويا ريتهم ما قدموه. وعندنا دليل جغرافي، وانت عارف الناس بتوع الجغرافيا الدنيا سهله. وعندي 3 أدلة جيولوجية ودي لعبتنا. فأنا عندي 5 أدلة. هي الحصة كلها هتروح في الدليل الفيزيائي عشان سيادتك عارف الفيزياء. أيوة يا أستاذ حميد. وإن شاء الله أنا هخلص 6 ورقات، 3 ورقات في الدليل الفيزيائي والأدلة كلها في 3 ورقات. امشي معايا واحدة واحدة. حصة صعبة قوي، بس حاول على قد ما تقدر. الكلام اللي فيها مش سهل، واسمعها واحدة واحدة كده وقسمها وذاكرها على طول. ان الحصة دي غبية قوي 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 اللي انا هحكيه دلوقتي. انا هتكلم على الشواهد اللي بتبين ان القارات اتزحزحت من مكانها. يلا بينا يلا بينا. سيب بقى كل حاجة واسمع واحدة واحدة. المغناطيسية. المغناطيسية. تعرف انت عن المغناطيس؟ احنا بدينا فيزياء واسمعني واحدة واحدة. يعني ايه مغناطيسية؟ مغناطيس. تعرف ايه انت عن المغناطيس؟ استاذ حميد انا اعرف ان المغناطيس جسم اهو عنده قابلية للي هو يشد المواد القابلة للمغناطة. ده جسم، بس مش اي جسم. يعني ما تجيبليش حتة خشب وتقولي ده مغناطيس، ما تجيبليش عندنا ذهب وتقولي ده مغناطيس. الحاجات دي ما تنفعش تبقى مغناطيس. هاتلي حديد، هاتلي اكاسيد حديد، هاتلي هيماتايت، هاتلي ماجنتايت. ليمونايت لا، عشان ده متهدرة ميه. هاتلي عندنا اي معدن من حاجات الحديد. انت عارف يعني ايه مغناطيس؟ ايوه يا استاذ حميده انا عارف ان المغناطيس جسم ليه قطبين شمالي وجنوبي، ان واس. وبتاع الفيزياء عمل لنا تجربه جباره. جاب حته ورقه ورمى عليها من فوق برادة حديد، حتت حديدة متكسرة حتت صغننة Fe، وراح جاي من تحت الورقة وبدأ يلاعب عندنا المغناطيس يمين شمال. فلقينا برادة الحديد اترتبت على هيئة خطوط. أنا بتكلم على الماجنتيك فيلد عشان بتوع اللغات. فبدأت تترتب حوالين المغناطيس على هيئة خطوط. اتفرج يا عم الخطوط عاملة ازاي. اهي تلاقي خطوط عاملة كده، خطوط قريبة من بعضها. اتفرج على الجمال. وبعدين تبعد عن بعضها. نلاقي الخطوط قريبة من بعضها بالشكل ده وبعدين تبدأ تبعد عن بعض. خد بالك عشان معلومات الفيزياء، لما بتبقى الخطوط قريبة من بعض بيبقى المجال قوي، يعني المغناطيس قوي. لما تبعد الخطوط عن بعضها كده المجال ضعف. يعني انا لو بصيت للمغناطيس اللي قدامك ده وبصيت للخطوط اللي حواليه هتلاقي ان هو واقف عمودي كده. ده مغناطيس واقف كده يا ناس، والخطوط حواليه.
يعني انت لو مفيش مغناطيس وبصيت للخطوط تعرف اللي هو عمودي؟ اه طبعا اعرف، اهو باين قوي اللي هو عمودي اهو. حلو. يعني انا لو جيت رسمت شويه خطوط كده، يلا يا ناس بص يا ناس، بص يا ناس كده، ورسمت الخطوط هنا كده، وقلت لك ده مجال مغناطيسي، واضح ان المغناطيس هنا عدل ولا مايل؟ ايه يا استاذ حميده؟ ما هو باين قوي اهو يا استاذ حميده، انت مش شايف؟ اهو باين ان المغناطيس عندنا عمودي زي ده ولا مايل؟ مايل. مين اللي عرفنا اللي هو مايل؟ احنا شفنا الخطوط اللي على الجنبين مايله، فعرفنا ان المغناطيس مش عمودي، ده مايل. يعني زاويه ولا مش زاويه؟ زاويه. هل هو 90؟ لا، هو بينحرف عن 90، يعني بيميل عن 90. ولو لقيت عندنا الخطوط عامله كده، بصي بصي بص اهو اهو اهو، تفهم انت على طول ان المجال اللي قدامك ده او المغناطيس اللي قدامك ده مايل كده. سلام على الكلام. يا استاذ حميد انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك لو شفنا اي مجال مغناطيسي او خطوط اقدر اعرف هل المغناطيس مايل يمين ولا مايل شمال، ولا المغناطيس واقف عدل، اقدر اعرف الزاويه بتاعته. اول ما ابص للخطوط لقيتها عموديه كده هعرف ان المغناطيس عمودي وهي متوزعه بالتساوي على الجنبين. تعلمي. ولو لقيتها عندنا مايله كده افهم عندنا ان المغناطيس مايل كده. ولو لقيتها مايله كده اعرف ان المغناطيس مايل كده. كده المغناطيس انحرف شويه كده بزاويه، كده المغناطيس انحرف كده بزاويه. خطوط المجال المغناطيسي لو بصيت لها اعرف هو عمودي، اعرف هو مايل، اعرف مال عن العمودي بقد ايه. لقيت الخطوط قريبه يبقى المجال قوي، لقيت الخطوط بعيده يبقى المجال ضعيف. حقيقي يا استاذ حميده. وشاء القدر، بص اللي انا هحكيه لك ده، اللي انا بقى قاعد كده مع شويه من صحابي، كنا في فرح يعني، وبعدين لقيت حد مدرس جغرافيا، لقيته بيقول لي انت بتحسب الجيولوجيا دي ماده؟ فبصيت له كده قلت له هي حتى لو مش ماده انا خليتها ماده وخليتها مهمه، وطلعنا منها كل الافكار اللي تخليها تقعد تفكر فيها زي كل المواد العلميه الجباره. قال لي بس انا كبتاع جغرافيا انا اقدر اشرح اي حاجه في الجيولوجيا. رحت قايل له انا هسالك سؤال، لو عرفته يبقى انت هتشرح كل حاجه في الجيولوجيا. قال لي هتسالني سؤال في الجيولوجيا؟ قلت له لا، هسالك سؤال في الجغرافيا. قال لي اسال. سالته سؤال، بس ركز، السؤال ده سؤال غريب قوي. قلت له فين مكان القطبين؟ راح ضحك كده وقال لي ايه السؤال الاهبل ده؟ اهو مكان القطبين هنا هم، او مايلين سنه كده، دول القطبين. انا بقى سالته سؤال، انت عارف اهو القطبين هم عشان تبقى شايفني، اهم هنا وهنا، او مايلين سنه كده. رحت انا ساله بقول له ايه؟ ليه؟ قال لي يعني ايه ليه؟ قلت له ليه القطبين هنا وهنا؟ ليه القطبين مش هنا وهنا؟ ليه القطبين مش هنا وهنا؟ ليه القطبين مش هنا وهنا؟ ليه القطبين هنا وهنا؟ قال لي بالله عليك ده سؤال؟ قلت له اه سؤال. اشمعنى يعني القطبين في الحته دي والحته دي؟ قال لي بص، عشان انا بزهق من اسئلتك اللي انت مزهق بيها الطلبه كلها. احنا اتولدنا لقينا دول القطبين، واللي قبل مننا عارفين اللي دول القطبين، واللي قبل منهم واللي قبل منهم واللي قبل منهم عارفين اللي دول القطبين. قلت له بقى واللي قبل منهم مين قال لهم اللي دول القطبين؟ سكت وقال لي اكيد ما اعرفش. قلت له طبعا عشان مدرس جغرافيا والحاجات دي بتاعت الناس بتوع الجيولوجيا، انا ما اعرفش في مادتك، انت ما تعرفش في مادتي اكيد. فكان في مدرس فيزياء قاعد جنب مننا، قال لي مش عيب تتكلم بالطريقه دي؟ قلت له لا، اصل
هو بيحاول يقلل من المادة، فأنا قلت له إن دي مادة ودي مادة. راح قال لي طب أنا عايز أسألك سؤال، هما ليه دول القطبين؟ قلت له لا، إلا بتاع الفيزياء. بتاع الفيزياء يعرف. إيه رأيك أنت؟ ليه القطبين هنا وهنا؟ ليه القطبين مش هنا وهنا؟ ليه هو في ليه أصلا قطبين؟ فلقيت بتاع الفيزياء سكت شوية كده وقال لي لا 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 استنى يا صاحبي، ده أنا أعرف. قلت له ليه قطبين؟ راح ساكت كده وضاحك قال لي مش الارض مغناطيس كبير؟ قلت له اه. قال لي مش انتوا يا بتوع الجيولوجيا عارفين ان الارض اللي احنا عايشين عليها مغناطيس؟ قلت له اه مغناطيس. وانت كمان عارف هي مغناطيس ليه؟ ليه يا استاذ حميد؟ هو انت يا ابني ما درستش اصل المغناطيسيه؟ ما تزهقونيش. هو انا مش جيت في يوم من الايام في اول السنه قلت لك ما هي اصل المغناطيسيه؟ افتكر الكلام. نتيجه لدوران اللب الخارجي حول اللب الداخلي تم ترتيب ذرات الحديد في اتجاهات معينه نشأ عنها اصل المغناطيسيه. عشان في حديد جوه اللب الخارجي بيدور، اترتبت الذرات وعملت مجال مغناطيسي، مجال مغناطيسي حوالين الارض بيحمينا من كل حاجه. يعني انت قصدك تقول ان الارض مغناطيس بسبب ذرات الحديد، بسبب اللب الخارجي، ولو ما كانش الارض من جوه فيها ذرات حديد ما كناش سمعنا عن مغناطيسيه للارض وما كناش عرفنا اللي ليها قطبين. يعني يا استاذ حميده انت عايز تاكد لنا ان الارض فيها قطبين مغناطيسيين؟ انا بتكلم على الاقطاب المغناطيسيه، وده نتيجه عندنا لدوران اللب الخارجي حول اللب الداخلي، فعرفنا ان الارض ليها قطبين. فقاعد شويه علماء كده فسالوا سؤال غريب قوي. بصوا يا جماعه الكلام، راحوا جايين قالوا الله، يعني دول كده هنا وهنا دول القطبين بتوع زماننا، وحتى لو حطيت البوصله هتلاقيها تقريبا بتشاور عند زاويه ايه 90. دول القطبين بتوع دلوقتي. فواحد من العلماء قال جماعه انتوا متخيلين دول القطبين من ساعه ما ربنا خلق الارض؟ يعني هل من 4600 مليون سنه وهم دول القطبين؟ فعلماء قالوا ما نعرفش. احنا هل انت رايك انت يا اللي بتتفرج عليا دلوقتي، هل انت رايك ان القطبين دول هم قطبين من ساعه ما ربنا خلق الارض من 4600 مليون سنه، ولا كان في اقطاب تانية؟ والله يا استاذ حميده ما اعرفش، بس انت علمتني حاجه، مفيش حاجه بتفضل على حالها. ايوه يا ابني مفيش حاجه بتفضل على حالها، كل حاجه بتتغير. اكيد ما كانش دول اماكن الاقطاب. طب نعمل ايه؟ قالوا يا سلام، احنا في طريقه واحده ممكن نعرف بيها هل كان في اقطاب قديمه ولا لا. قالوا احنا لو لقينا صخره وكسرنا الصخره ولقينا جواها مجال مغناطيسي الحديد متنظم، ما انتوا عارفين ان الحديد بيترتب في شكل واتجاه المجال وزاويه المجال زي اللي انا رسمه كنت راسمها من شويه. لو لقينا الحديد مترتب وكله بيشاور عندنا الزاويه 90 يبقى هو القطب 90. ولو لقينا كل الصخور اللي موجوده في الدنيا كلها بتشاور ل 90 يبقى اكيد القطبين هم 90 من يوم ما ربنا خلق الارض. في علماء قالوا طب ما تيجي نحفر. طب افرض بقى لقينا صخره جواها حديد اتحجر من زمان ولقينا المجال بتاعها مايل كده او مايل كده، يعني بيشاور على زاويه غير 90، يبقى اكيد زمان كان في اقطاب تانية. فقالوا يلا نحفر. فرحنا
حفرنا في المكان ده هنا، فلقينا صخرة عملاقة، ولقينا الحديد اللي جواها مترتب، والمجال بتاعه مترتب، وبيشاور على زاوية 30 وعمرها من 300 مليون سنة. فالعلماء قالوا بس ده احنا لقينا حديد متحجر جوه الصخور بيشاور في زاوية غير الزاوية 90. عارف ده معناه ايه؟ ان في مجال مغناطيسي وفي قطبين كانوا زمان. فالعلماء قالوا لا، احنا نروح الناحية التانية هنا من الارض قصادها بالظبط، ونشوف الصخور اللي مدفونة هنا. يا سلام لو لقينا صخرة وجواها حديد، والحديد متحجر وبيشاور برضو عند الزاوية 30، يعني المجال ده شبه المجال ده وعمرها 300 مليون سنة، والعمر ده شبه العمر ده. عارف ده معناه ايه؟ ان دول مكان القطبين من 300 مليون سنة. وكان لقينا هنا حديد متحجر جوه الصخور بيشاور لزاوية 30، ولقينا هنا حديد متحجر جوه الصخور بيشاور لزاوية 30، مع ان المجال المغناطيسي النهارده بيشاور لزاوية كام؟ 90. فعرفنا ان دول مكان القطبين بس من 300 مليون سنة. دول مكان القطبين النهارده، واللي بالاخضر ده مكان القطبين من 300 مليون سنة. فجاء علماء قالوا لا، يلا بينا ندوروا تاني. راحوا رايحين، خير اللهم اجعله خير، قالوا تعالى ندوروا هنا في المكان ده. لقوا هنا صخور جواها حديد متحجر بيشاور لزاوية، بص المجال ده بقى، بص المجال ده بقى بيشاور مثلا لزاوية 60 وعمره 500 مليون سنة. لقينا هنا قصاده بالظبط في الحتة دي حديد متحجر اهو في نفس الاتجاه في نفس الزاوية 60 درجة ومن 500 مليون سنة. فعرفنا ان ده كان مكان القطبين من 500، ده مكان القطبين من 300، ده مكان القطبين النهاردة. واضح من كلامي ان الاقطاب عبر الازمنة ثابتة ولا اتغيرت؟ اتغيرت. احنا عرفنا منين اللي كان فيه اقطاب قديمة؟ عرفنا من الحديد المتحجر جوه الصخور. شاطر. يعني عرفنا لما المجال اتحجر في شكله القديم. استاذ حميدة، هي الصخرة لما بتنشف على المجال القديم بتفضل جواه مع مرور ملايين السنين؟ بتفضل جواه. فتأكدنا ان الاقطاب اتغيرت، واتأكدنا ان احنا هنعرف اي مجال مغناطيسي قديم عن طريق الحديد اللي اتحجر جوه الصخور. يا لو ما كانش في حديد زمان، يا لو ما كانش في اكسيد حديد، يا لو ما كانش في مادة قابلة للمغناطة، يا عيني لو ما كانش في مادة هتترتب وتعمل مجال مغناطيسي. هل كنا عرفنا ان في مجال مغناطيسي اصلا؟ لا. هل كنا عرفنا القطب الحالي فين؟ لا. هل كنا عرفنا الاقطاب القديمة؟ لا. هل كنا عرفنا عندنا ان في مجال مغناطيسي للارض اصلا؟ لا. يبقى مبدئيا احنا بندردش مع بعض قبل ما ابدا الدرس. مبدئيا يبقى انا كده طلعت مش ميت معلومات جديده. اي مجال مغناطيسي ابص عليه اقدر اعرف عندنا زاويته، واعرف هو مجال قديم ولا مجال حديث. يعني لو لقيت الحديد مترتب وبيشاور ل 90 اعرف ان ده من الزمن الحديث. لو لقيت حديد متحجر وبيشاور لاي زاويه غير 90 اعرف ان ده من الزمن القديم. فعرفنا اللي كان فيه اكتر من مجال مغناطيسي عبر الازمنه الجيولوجيه. اي صخره. استاذ حميده اي صخره؟ لا بصراحه عشان ما اكدبش. يعني احنا افضل الصخور اللي بنلاقي جواها الحديد متحجر جوه وبيشاور على المجال القديم وتقدر تحافظ عليه ملايين السنين، الصخور الناريه مرعبه. تلاقي جواها الحديد متحجر ومعدي عليه ملايين السنين وبيفضل على نفس زاويته القديمة، على نفس اتجاه قطبه القديم. والصخور الرسوبية أقل. وطبعا عمرنا ما هنعتمد على الصخور المتحولة. ليه؟
اصل الصخور المتحوله، خد اللي جايه دي مالها متحوله. يعني ايه يا سيدنا متحوله؟ يعني بتتعرض للحراره وتتعرض للضغط، فالمغناطيسيه تتلاشى والذرات تتغير ترتيبها بسبب الضغط، فبيضيع كل حاجه عنها. هل بتفضل تحتفظ بالمغناطيسيه القديمه؟ مفيش يا حبيبي. اوعى تعتمد على الصخور المتحوله في دراسه المغناطيسيه القديمه، عمرنا ما هنعتمد على الصخور المتحوله في المغناطيسيه القديمه. من الاخر، عايز تدور على مغناطيسيه قديمه نلاقيها عندنا في الصخور الناريه غالبا او الرسوبيه. استاذ حميد انت هتقول مغناطيسيه قديمه مغناطيسيه حديثه. ايوه حبيبي، ما هي المغناطيسيه الحديثه يعني الاقطاب الحديثه بتاعت زماننا اللي بتشاور في اتجاه 90. يبقى المغناطيسيه القديمه معناها ايه؟ يا نهارك اسود يا استاذ حميد، انت كل ده عشان العنوان؟ عشان العنوان. ايه هي المغناطيسيه القديمه؟ هي ملهاش غير معنى واحد، هي الحديد او الماده القابله للمغناطه اللي بتتحفظ جوه الصخور وبتشاور على اتجاه مجاله القديم وزاويته القديمه. ده بيسموها المغناطيسيه الايه؟ القديمه. اي مجال قديم مش بيشاور على زاويه 90 وبيشاور على زوايا تانية، ده بيشاور على الاماكن اللي كان فيها الاقطاب القديمه. كلام جميل ومحترم. تعالى يا استاذ حميد هقول يا ابني بص، المغناطيسيه القديمه، احنا لسه بادئين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت بدردش معاك الاول عشان تبقى فاهم العنوان اللي انا هبدا بيه. يعني ايه مغناطيسيه قديمه؟ هي مغناطيسيه الصخور، دي موجوده جوه الصخور والتي تحتوي على معادن قابله للمغناطه. ما تجيش تقول لي صخره جواها ماس، صخره جواها ذهب، وهيترتبوا يعملوا مجال مغناطيسي. هو الذهب والماس بينجذبوا ناحيه المغناطيس؟ لا. يعني لما يلاقوا مجال مغناطيسي بيتشدوا كده ويترتبوا ويعمل خطوط مجال وكلام من ده؟ لا. فلازم يكون الصخره جواها معادن قابله للمغناطه مثل اكسيد الحديد او هيماتايت او ماجنتايت، والمهم تتاثر بالمجال المغناطيسي، يعني تتشد ناحيه المغناطيس اثناء تكوين. يبقى شرط اساسي عشان ندرس المغناطيسيه القديمه، تعالى لي بقى كده، لازم تكون الصخره جواها معادن قابله للمغناطه وبتتاثر بالمغناطيس، يعني لازم يكون جواها حديد. بعض المعادن المغناطيسيه تظهر تشابه، يا عيني على التشابه في الشده والاتجاه. اللي ده شدته زي ده على اتجاه واحد، 30 قصاده 30 شده واحده وعلى اتجاه واحد وعمر واحد وكل حاجه واحده. 60 قصاده 60، الاتنين كانوا مايلين في اتجاه زي بعض. قصدي يقول لك كان زمان المجال المغناطيسي ثابت ولا اتغير؟ طبعا اتغير. اتغير المجال المغناطيسي عبر الازمنه الجيولوجيه، وكل مجال مغناطيسي ابص عليه اعرف اللي هو كان زاويته كام، كان قوي ولا ضعيف. ما هو كده، هي الحياه كده. في حاجات لما نبص عليها نعرف الماضي كله. ازاي يا حسين؟ يعني مثلا من 30 سنه كنت لسه مدرس غنون، كان معايا عربيه كده على قدي، عربيه لاده متدغدغه من كل حته، كنت حتى بدورها كده بسلكه. عارف، حته عربيه قديمه متدغدغه محافظ عليها. يعني يا صاحبي اللي عندك رميها كده، بتفرج عليها كل فتره عشان افتكر الماضي كان عامل ازاي، وقد ايه احنا بدأنا حياتنا باجتهاد وعذاب سنين طويلة، رحلة طويلة عشان نوصل للي احنا فيه الحمد لله. وقدام منها تلاقي عربيتي اللي انا بمشي بيها دلوقتي، تبص لدي وتبص لدي. عارف، مرة واحد صاحبي جه معايا كده، دخل بيركب معايا، قال لي يا احمد العربية القديمة دي. سكت، قال لي ياه، هو انت كنت شحات ولا ايه؟ فبصيت له كده وسكت. ايوه، ده انت العربيه دي كانت بتاعتك؟ ايه ده انت كنت فقير قوي. هي دي انت كنت بقى ساعتها بتستلف من كل الناس صح؟ كنت متبهدل صح؟ فسكت. راح بص العربيه الثانيه،
قال لي دي عربيتك النهارده؟ ياه، ده انت حالتك اتغيرت قوي. الراجل صاحبي عرف حالتي زمان وعرف حالتي دلوقتي لما بص لشكل المجال اللي موجود. ده مجال قديم، فعرف كل الظروف زمان لما بص للمجال. يا نهار اسود. ولما بص دلوقتي قال لك ده بص المجال دلوقتي عامل ازاي. يعني احنا لو بصينا للصخرة ولقينا جواها مجال، اقدر اعرف لك الظروف زمان كلها كانت عامله ازاي. بص الصخره دي، ده بيشاور عند 30، ده بص الزاويه بتاعته، ده بص انحرف قد ايه، ده بص عندنا الخطوط قريبه، ده بص الخطوط دي فيها قوه، ده بص الخطوط بعيده، ده بص المجال ضعيف. ولو بصيت للمجال دلوقتي، بص ده الحديث، ده بص بيشاور على الزاويه 90. يا استاذ حميد الكلام ده طبعا. يبقى احنا بتوع الفيزياء بقى لما نشوفوا شكل المجال اقدر اعرف لك كل حاجه عن الماضي. بص، بعض المعادن المغناطيسيه في الصخور تظهر تشابه، قطب ده شبه ده وده شبه ده وده شبه ده في الشده والاتجاه، وتعطي شواهد عرفتنا كل حاجه عن المجال المغناطيسي عبر الازمنه الجيولوجيه. عرفنا كان زمان عامل ازاي والقطب مكانه فين، وبعدين عرفنا بقى فين، وبعدين عرفنا اتزحزح راح فين. يعني انا من كلامي كده قدرت اعرف كل حاجه عن المجال المغناطيسي القديم من الحديد المتحجر جوه الصخور. انت تحت منها كده هتلاقيني كاتب لك فكره المغناطيسيه القديمه. اكتب بقى: تحتفظ الصخور بالمجال المغناطيسي القديم. تحتفظ الصخور بالمجال المغناطيسي القديم، أي تحتفظ بزاوية اتجاه الميل عن الوضع الحالي، أي تحتفظ بالمجال المغناطيسي القديم حتى مع مرور الوقت، فهو لا يتغير ويظل داخل الصخرة مشيرا إلى الاتجاه والمجال القديم، وهو يختلف عن المجال الحالي. 1. الصخور النارية والرسوبية تحتفظ بالمجال المغناطيسي بداخلها. تحتفظ بالمجال المغناطيسي بداخلها حتى مع مرور الوقت. 2. لا يمكن الاعتماد على الصخور المتحولة في دراسة المغناطيسية القديمة. في دراسة المغناطيسية القديمة، وذلك لأنها تتعرض للحرارة والضغط. وذلك لأنها تتعرض للحرارة والضغط فتتغير مغناطيسيتها. بص كده في الورقة التانية، تعالى في بدايتها كده الورقة هتلاقي حتة فوق، بص كده هتلاقيه مكتوب ايه؟ اقرا الكلام هتلاقي فهمته لوحدك. تظل الصخور محتفظة بالمغناطيسية الأولى، أي صخرة جواها مغناطيسية نشفت بيها بتفضل على وضعها الأولاني حتى مع مرور الوقت، إلا إذا تعرضت للضغط والحرارة.
افضل الصخور اللي بتحتفظ بالمجال المغناطيسي هي الصخور اللي الناريه. مقدمه صغيره عملتها عشان بس اقدر ابدا بيها الدرس. استاذ حميده بص يا ابني، هتروح الامتحان تلاقي فكره من اتنين. انا هشرح لك الفكرتين ورا بعض، بس عيش معايا في كل فكره. بص كده الكلام، اسمع اللي انا هحكيه ده. تخيل ادي الارض اللي احنا عايشين عليها، بص الكلام، وده اسمه خط الاستواء. اسمه ايه يا استاذ حميده؟ خط الاستواء. ليه سموه خط الاستواء؟ ايه يا استاذ حميده الاسئله دي؟ هو اسمه خط الاستواء، فهيجي ناس يقول لك عشان مستوي طز فيك، فهيجي ناس يقول لك لا عشان الشمس عموديه على انا مالي يا ابني بالكلام ده، ملوش علاقه. طب ليه ده بقى سموه خط الاستواء؟ انا اقول لك بقى. تسمع عن البوصله، قصدي تسمع عن الابره المغناطيسيه. الابره البوصله اللي بيكون ليها مؤشر كده، اسمع عنها يا صاحبي. لو جبنا بوصله وحطيناها هنا، بص يا ناس، حطيناها هنا في المكان ده عند خط الاستواء، تلاقي المؤشر بتاع البوصله ده ثبت كده، هنا صفر وهنا صفر. فنلاقي المؤشر بتاع البوصله ثبت عند صفر، ولا لقيناه اهتز لفوق ولا اهتز لتحت. هيهتز ازاي وهو في النص؟ فوق هنا في مجال، تحت هنا في مجال، شدة المجال هنا قد شدة المجال هنا، زي ما انا واقف في النص كده، واحد بيشدني من هنا وواحد بيشدني من هنا، والاتنين قوتهم واحدة. انا اروح ناحية مين؟ هثبت في مكاني، ولا ده قادر يشدني ولا ده قادر يشدني. هو ده نفس الوضع هنا. المؤشر ده بيتشد ناحية المجال القوي. طب ده لو فوق مجال قوي كنا لقيناه اتشد لفوق، ولقينا المؤشر تك بيتحرك لفوق كده. ولو نزل، يعني انت يا استاذ حميد لو خدنا البوصله هنا طلعنا بيها شويه هتلاقي المؤشر بيشاور لفوق، ولو اخدنا البوصله نزلنا بيها تحت هتلاقي المؤشر بيشاور لتحت. طب لما حطيناه عند خط الاستواء لقيناه شاور عند الصفر واستوى المؤشر. استوى يعني بقى عندنا مستوي، يعني ولا اتحرك لفوق ولا لتحت، وثبت عند الصفر. عشان كده على الخريطة بيقولوا عليه خط الصفر، ولا ايه؟ خد بقى معلومات اول مرة اسمعها في حياتك. يبقى اي بوصلة هتتحط عند خط الاستواء هلاقيها بتشاور عند الصفر. طب لو اخدت البوصلة دي حطيتها هنا هتلاقي المؤشر بتاع البوصلة بيشاور عند 90. ده معناها عند القطبين الزاوية كام؟ 90. ده معناها عند خط الاستواء الزاوية كام؟ صفر. يبقى أنا طلعت بمعلومات جديدة، إن البوصلة النهاردة بتشاور عند 90 وهي عند القطب، وتشاور عند صفر وهي عند خط الاستواء. ويشاء القدر إن العلماء، خد اللي جاية دي، يحفروا في المكان ده هنا اهو اهو قرب القطب الشمالي، في الحته دي بالظبط، فيلاقوا صخره كده شكلها قديم. فالعلماء شكوا اللي هي مش من الزمن ده، راحوا جايين قالوا احنا نجيبوا البوصله ونحطوها على الصخره. لو لقينا البوصلة شاورت عند 90 يبقى دي من الزمن ده وبتشاور على المجال الحديث. ولو حطينا البوصلة عليها هنا، بصوا يا ناس هنا اهي، ولقيناها شاورت عند زاوية غير 90 يبقى هي بتشاور على المكان اللي اتكونت فيه، يعني هي بتشاور على القطب القديم بتاعها اللي هي اتكونت عنده. ويشاء القدر اللي احنا نحطه عندنا هنا البوصلة، فنلاقي المؤشر بتاعها بيشاور بزاوية 20. الله 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 الله. الصخرة موجودة عند 90 بس الحديد اللي جواها كله مترتب عند 20. اديني عقلك بقى، ازاي الصخرة موجودة عند 90
وازاي الحديد اللي فيها مترتب عند 20 وبيشاور على 20. اكيد الصخرة دي مش من الزمن ده، اكيد الصخرة دي مش من المنطقة دي، اكيد الصخرة دي من عند الزاوية كام؟ 20. هنا اسمها الزاوية 20 او القطب 20، وده زمان. ايه بقى؟ ايه يا استاذ حميد؟ لقينا صخرة عند 90 وهي بيشاور المؤشر عندها عند 20، يعني هي اتكونت عند 20 واحنا لقيناها عند 90. احنا لازم نروح نسأل الصخرة. يلا بقى، حاجة تزهق. نسأل شوية الصخرة وشوية برتقانة، حاجة تزهق. تعالى نتكلم مع الصخرة شوية. ايه يا صخرة؟ ايه يا حميدة؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما ردتش. انت مش من هنا. ما ردتش. لا، انت لازم تردي، لازم تقولي لنا حكايتك ايه. انت موجودة عند 90 مع ان المؤشر بيشاور عند 20. قالت انا هعترف، هقول لكم القصة كاملة. انا مش من هنا. عارفين انا من هنا؟ انا كنت قاعدة في المكان ده، انا كنت هنا حديد منصهر، انا اتكونت هنا وعشت هنا وقعدت ملايين السنين في المكان ده عند كام؟ 20. واتحجرت وانا عند 20، وكبرت وانا عند 20، وفضلت ملايين السنين وانا عند 20. وفجأة ايه؟ لقيت حد كده بيشني وماشي بيا. فضل ماشي 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 من عند فين؟ من 20 ووداني عند 90. هو انا يعني كصخرة ينفع انط لوحدي كده وامشي كل ده؟ انا ما اعرفش امشي لوحدي. امال ايه يا صخرة؟ انا لقيت القارة اللي انا كنت قاعدة فيها بدأت القارة كلها تمشي، فانا مشيت مع القارة. قصدك تقول مجرد ان انا الاقي حاجة مش في مكانها ده معناها اتنقلت ولا ما اتنقلتش؟ اتنقلت. هي ينفع صخرة تمشي لوحدها؟ لا، اكيد الصخرة دي اللي اتكونت عند 20 واحنا لقيناها عند 90 اكيد اتزحزحت. هل الصخرة بتتزحزح لوحدها؟ لا، دي القارة كلها اتزحزحت. فاثبتنا زحزحة القارات. يا نهاركوا اسود يا استاذ حميدة، احنا متعودين يا ابني اي حاجة ما نلاقيهاش في مكانها معناها اللي هي اتنقلت من مكانها، وهي مش هتمشي لوحدها، اكيد حد نقلها من هنا لهنا. هتروح الامتحان يا غلبان هتلاقي بيقول لك كده: إبرة مغناطيسية تشير إلى زاوية انحراف 40 عند قطب 90. الإبرة المغناطيسية البصرة تشير إلى مكان التكوين مش مكان التواجد، يعني المكان اللي اتكونت فيه أصلا مش اللي قاعدة فيه. يعني لما اجي اقول لك انا ابره مغناطيسيه تشير الى زاويه انحراف 40 عند قطب 90، يعني هي اتكونت عند 40 واحنا لقيناها عند 90، يبقى اتحركت من 40 ل 90، يبقى اتزحزحت. انت بتفهم؟ خد دي. ابره مغناطيسيه تشير الى زاويه انحراف 90 عند قطب 90. معناها ايه؟ معناها اللي هي اتكونت عند 90، ايوه، واحنا لقيناها عند 90. ما هو مديني مكان تكوينها هو مكان تواجدها، ده معناها اللي هي اتحركت ولا ما اتحركتش؟ ما اتحركتش. استاذ حميدة، انا كبصمجي بقى، انت كواحد ما بيفهمش اصلا، هتبص على السؤال لقيته على المغناطيسيه، لقيت زاويتين، لقيت الزاويتين مختلفين عن بعض، يبقى هو اتكون في مكان واتنقل في مكان عشان الزاويتين مش زي بعض. بصيت في السؤال لقيت الزاويتين هما لقيت عندنا 90 90 80 80. البوصله بتشاور على 80 وهو قاعد عند 80، البوصله بتشاور عند 50 وهو قاعد عند 50، يبقى ده معناها اتحرك ولا ما اتحركش؟ ما اتحركش. يبقى انا كده هيبقى عندي فكرتين في الحته دي، يا اما الزاويتين مختلفين وده بيدل على الزحزحه، يا اما الاثنين متشابهين وده يدل على انها لم تتزحزح.
قول يا استاذ حميده. يبقى انا لقيت الصخره في مكان مع انها متكونه في مكان. خدت بالك من الزوايا؟ 0 10 20 30 40 50 90. يعني الزاويه 10 هي قريبه من الصفر، والزاويه 80 هي قريبه من القطبين. الزوايا اللي ارقامها كبيره 70 80 قريبه من القطبين، الزوايا الصغيره 10 و15 و20 قريبه من خط الاستواء. فين الكلام ده يا استاذ؟ بص يا ابني، طرق معرفه المغناطيسيه القديمه. احكي وقول. الابره المغناطيسيه، هيحكي لك حكايه البوصله اللي انا كنت قاعد احكيها من الصبح دي. ومن دراسه زاويه الانحراف، الزاويه اللي بيميلها، وطبعا دي هنعرفها بالابره المغناطيسيه، ان البوصله بتشاور على المكان اللي اتكون فيه. لقينا البوصله بتشاور على 90، يعني بتشاور على القطب الحالي لانها مايله كده. انت بتشاوري على كام؟ على 80. انت بتشاوري على المكان القديم اللي اتكونت فيه الصخره. طب بتشاوري على 50 يبقى مكان قديم اتكونت فيه الصخره. انت بتشاوري عند 30، ده مكان قديم اتكونت فيه الصخره. ومن دراسة زاوية الانحراف بالإبرة المغناطيسية لقينا إيه؟ لقينا الإبرة المغناطيسية عند القطب ب90، ولقينا الإبرة المغناطيسية البوصلة عند خط الاستواء ب0. وراح كاتب لي جملة: وبالتالي يمكن تحديد الموقع الأصلي للصخر. أنا أقدر أعرف الموقع الأصلي إذا كان في موقع مختلف عن موضعه. لو لقيت بزاوية غير الزاوية اللي هو فيها، أنا لقيته بزاوية بيشاور بزاوية 40 وهو قاعد عند 90، يبقى ده معناها اتكون عند 40 واتزحزح وجا عند 90. ماشي يا أستاذ حميد. وراح مديك مثال عشان أنت بتفهم قوي. أهي دي بقى اللي بتكلم عليها، ليها مؤشر بيتحرك في الاتجاهات. وجود صخر له انحراف مغناطيسي 20. لقينا صخرة البوصلة بتشاور عندها على 20 وهي عند القطب الشمالي. هي بتشاور عند 20 بس هي قاعدة عند القطب 90. ده يدل ان القارات ثابتة ولا اتزحزحت؟ اكيد اتزحزحت. طب ايه الافكار؟ هما فكرتين: يا يجيب لك زاويتين شبه بعض يبقى ما فيش زحزحة، يا يجيب لك زاويتين مختلفين عن بعض يبقى في ايه؟ زحزحة. اكتب: 1. إذا كانت زاوية الانحراف لصخرة، إذا كانت زاوية الانحراف لصخرة مختلفة عن زاوية تواجدها، مختلفة عن زاوية تواجدها، فهذا يعني أنها تكونت في مكان وتزحزحت إلى مكان آخر. 2. إذا كانت زاوية الانحراف بالإبرة المغناطيسية مشابهة لزاوية التواجد، الاتنين في مكان واحد، فهذا يعني أنها تواجدت وتكونت في نفس المكان. تواجدت وتكونت في نفس المكان، ويعني هذا أنها لم تتزحزح. طيب، ودي كده كانت الفكرة الأولى. تعال بقى نخش على الفكرة التانية. تاني فكرة فكرتها غريبة قوي. اديني ورقة كده زي ما انتوا، محدش يتحرك. بص كده معايا، تخيل كده الورقة دي. تعالي سيبي في ايديكي وتعالي، وهاتي قلم معاكي. تعالي يا ماما، بص كده معايا، ادي بس قلم معاكي. بص يا ناس، امسكي كده معايا. استاذة سندس اللي بتصورني، بص يا جماعة الكلام. بص الكلام، تخيل ده كده، ده قاع المحيط.
وكل ده الميه اللي فوق المحيط. حلو الكلام، سريع جامد. وتخيل ان تحت هنا، بص كده، بص ايه ده يا سامي؟ ده دي المجمة اللي تحت قاع المحيط، شايفين؟ قاعدة تخبط في قاع المحيط، تخبط في قاع المحيط، تخبط في قاع المحيط، ميلي سنة كده عشان يشوفوا، لغاية ما تعمل ثقب في قاع المحيط بالشكل ده. وبعدين يبدأ قاع المحيط يتشق كده، بص كده بالظبط. ويبدأ قاع المحيط يتشق كده بالظبط. فيتكون، روح يلعب هناك، فيتكون عندنا شق، بص شق، قاع المحيط اتشق. بجد؟ بجد اتشق قاع المحيط. اوعى تتخيل ان الشق ده كده انا بكلمك على حته اتكسرت في قاع المحيط ولا حاجه، لا، ده انا بكلمك على شق. ممكن الشق ده يكون من هنا لأسوان، ممكن الشق ده يبقى بعرض المحيط، لا، انا بكلمك بشق اتشق قاع المحيط بجد. بعد ما يتشق قاع المحيط بالمنظر ده، تبدأ المجمة تزق، زق زق زق. عايزة ايه يا مجمة؟ انا عايز اطلع من هنا. فتبدأ المجمة تحاول تزق، وهي طالعة المجمة بتزق تروح جاية عاملة كده، بص بص المنظر ده، بص بص بص، تطلع المجمة كده وتروح زقة الجنب ده كده، وتروح تانية كده بالظبط كده اهو. ايه ده؟ زقت قاع المحيط وتنت القشرة على الجنب. شايف القشرة دي اترفعت ازاي؟ دي كانت مقفولة كده، لما طلعت المجمة طلعت زقتها كده وفتحت قاع المحيط، وطلعت المجمة كده 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 وزقتها كده، ويتفتح قاع المحيط بالشكل ده. ايه ده؟ ده كان مقفول كده، ده حصل كسر. مين اللي عمل الكسر؟ المجمة. فطلعت المجمة زقت كده وطلعت زقت كده وفتحت قاع المحيط بالشكل ده. وطلعت المجمة، ده مش فتحة بركان عشان يعمل مثلا جزيرة ولا حاجة في المية، لا، دي هتطلع المجمة تتكوم على الجنب ده، وهتطلع المجمة تتكوم على الجنب ده. ومع استمرار المجمة، استنى بس، اي شق يحصل كده في قاع المحيط احنا بنسموه في العلم، بص الكلام، حيط وسط المحيط. يا سلام على الكلام. يعني ايه حيط دي يا سميدة؟ يعني كسر في قاع المحيط. يعني عايز يقول لك ان قاع المحيط، ما تقولوا كسر في قاع المحيط، لا، احنا بنقولوها كده حيط وسط المحيط، يعني كسر حصل في قاع المحيط. وبعدين ومع استمرار خروج المجمع، مجمع هوبا تك هوبا تك، شوف اتقسم ايه؟ اتقسم نصين بالشكل ده. ايوه، اتقسم القاع نصين بالشكل ده. وبعد ما اتقسم القاع نصين هتطلع المجمع. بص المجمع تعمل ايه؟ هتطلع المجمع كده، فهتزق القاع ده كده. ايه ده يا صاحبي؟ ده قاع المحيط هيمشي؟ هيمشي، هيتزق كده، بس هيمشي بمعدل 2.5 سم في الثانية، يعني هيمشي ملي، جزء من الملي. ايه ده؟ يعني سرعته بطيئة ولا سريعة جدا؟ يا ابني ده قاع محيط، هيبدأ يتحرك سنة كده، يتحرك سنة كده، تطلع المجمة وتزقه كده، تزقه كده. مين اللي قاعد جنب المحيط هنا؟ قارة. فلو قاع المحيط ده بيتزق كده، اكيد القارة جنب منه بتتزق. وصحى العالم من النوم على حلم. حلم؟ حلم. كل اللي انا حكيته ده حلم. واحد من العلماء عالم، يعني عليه هيحلم بايه؟ هيحلم زينا مثلا؟ اكيد لا. الراجل نام، حلم عندنا ان قاع المحيط اتشق، والمجمة هي اللي شقته، وطلعت المجمة وفتحته كده
وعملت كسر في النص وكسرت قاع المحيط وطلعت عندنا الماجما، فضلت تزق قاع المحيط، فقاع المحيط زق القارات اللي جنب منه فاتزحزحت القارات. فطلع يجري على العلماء قال لهم ايه؟ الحقوا انا حلمت ان قاع المحيط اتشق، وحكى لهم الحلم كام. فقالوا له طب ماشي خلاص، عايز ايه بقى؟ قال لهم مش ممكن اللي انا حكيته ده يبقى حقيقه. قالوا له ما نعرفش. قال لهم انا لازم انزل في قاع المحيط عشان اتاكد ان الكلام ده حصل. فقعدوا يضحكوا، هو في حد ينفع ينزل في قاع المحيط؟ واحد من العلماء قال له وافرض نزلت قاع المحيط هتعرف ازاي اللي هو اتزحزح من ملايين السنين؟ وقعدوا يضحكوا وفشلت الفكره. وعدى الزمن وظهر عالم تاني، ده بقى رايحه منه خالص. قال لهم انا بقى هرسم لكم من خيالي شكل قاع المحيط لو اتحرك. واحد بيحلم، واحد بيتخيل. ايه يا جماعه الناس دي؟ الناس دي كانت بتتخيل وبتحلم، وبعد كده كله اتحول لواقع وبقت اقوى نظريات اتحطت على الارض. ده بقى كان حلو قوي. قال لهم انا هرسم لكم شكل قاع المحيط لو اتحرك. اتفرجوا بقى على الجمال اللي انا احكيه ده. قال لهم كده، قال لهم تخيلوا ان ده كده قاع المحيط، حلو والحلو، وده الكسر اللي حصل في النص، حلو حلو. واكيد لما اتكسر طلعت ماجما على الجنبين، اهي الماجما اهي طلعت على الجنب ده واتكومت على الجنب ده، الخط الاحمر اللي في النص ده حيد وسط المحيط، وطلعت الماجما دي اتكومت على الجنب ده واتكومت على الجنب ده. عارف لو بعد ملايين السنين نزلنا قاع المحيط ولقينا الخط الاحمر ده، قصدي حيد وسط المحيط اللي انت شايفه ده، ولقينا الماجما دي في نفس مكانها كده بعد مرور ملايين السنين، يبقى القاع ما اتحركش، ان ده مكانها. الماجما الخضراء طلعت واتكومت على الجنبين وقعدت في المكان ده. لو قاع المحيط اتحرك فاكيد الماجما الخضراء دي هتمشي معاه، ولو قاع المحيط ما اتحركش اكيد الماجما الخضراء دي هتقعد في مكانها. قال لهم بعد مرور ملايين السنين مفروض هيبقى شكل المحيط عامل كده. بصوا بصوا بصوا، ادي قاع المحيط، ادي الكسره اهو، واكيد الماجما اللي لونها اخضر دي هتفضل في نفس المكان ولا هتبعد؟ جدع، اكيد هتبعد. فهلاقي الماجما الخضراء دي جت هنا كده اهي، بص جت هنا بعدت عن الخط الاحمر، واكيد جت هنا اهي بعدت عن الخط الاحمر. هنا كانت الماجما الخضراء دي اهي على الجنبين اهي قاعده جنب الخط الاحمر ولازقه فيه اهي. هنا بعدت عن الخط الاحمر اهو اهي اهو، وهتطلع ماجما جديده وليكن لونها ازرق، وراحت جايه جنب الخط الاحمر ده تاني، قصدي طلعت جنب حيد وسط المحيط اهي اهو اهو. خدت بالك اللي حصل؟ هنا كان حيد وسط المحيط وطلعت ماجما على الجنبين، الماجما اللي على الجنبين اللي لونها اخضر دي بعد مرور الزمن بعدت وطلعت ماجما زرقاء مكانها. تخيل لو قاع المحيط اتزحزح اكتر هيبقى الشكل عامل كده. هكبرها لك دي بقى، ها بص اهو، وادي عندنا الكسر اللي في النص اهو، ادي حيد وسط المحيط. من وجهة نظرك الجبارة الماجما الخضراء اللي كانت قريبة هنا من الحيد وبعدت شوية عن الحيد، مفروض الاقيها فين في الرسمة اللي جاية دي؟ الاقيها على الاطراف، عيني على الاطراف. فمفروض الاقيها هنا اهو، بص على الطرف ده كده، بص 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 اهو على الطرف هنا اهو اهو اهو، والاقيها على الطرف ده هنا اهو 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 اهو. بص مفروض الماجما الخضراء دي الاقيها على الاطراف بالشكل ده اهي اهو بالمنظر ده.
بص اهو اهو. بص على المجمة اللي لونها خضراء، كانت هنا قريبة من الحيط، بعد شوية من الزمن بعدت عن الحيط اهي، يعني بعدت عن الخط الاحمر، بعد شوية من الزمن بعدت خالص. كده معناها ان قاع المحيط ماشي والمجمة ماشية معاه. حتى المجمة الزرقاء دي مفروض مش هتقعد هنا، على ايه هتزحزحت وجت هنا. يا عيني عليكي يا زرقاء، اهو جت هنا اهو. هل فضلت قريبة من الحيط؟ لا، بعدت اهو اهو. ادي المجمة الزرقاء اهو اهو اهو. بص اهو اهو. وتطلع مجمة جديدة وتبقى عندنا على الجنبين هنا اهو. دي مجمة جديدة، دي احدث مجمة طلعت، انا الحديثة الجديدة، على الجنب ده وعلى الجنب ده. ده كده مفروض شكل القاع لو اتحرك. وليكن نديها ارقام مثلا. بص كده، وليكن المجمة الخضراء دي 1 1. بص هنا 1 1 بعدت. بص هنا 1 1 بعدت قوي. وليكن عندنا المجمة الزرقاء دي 2 و2. هنا بص 2 و2 بعدت قوي. بص على المجمة الموف 3 3. واضح ان اقدم مجمة عند الاطراف واحدث مجمة في النص. نبي جميلة الرسمة دي. بص لو بصيت على الرسمة دي، انا قدامي رسمتين، الرسمة دي والاخيرة. لو نزلت قاع المحيط دلوقتي، لو خدنا بعضنا وهوبا اديله في المحيط ونزلنا تحت ولقينا الشكل ده النهارده، ده معناها الحيط والجنبين عليهم مجمة بس، ده معناها ان قاع المحيط ما تزحزحش. لو نزلنا في قاع المحيط دلوقتي ولقينا الشكل ده، لقينا الشكل ده ولقينا المجمة متوزعة ولقينا الأقدم على الأطراف ولقينا الأحدث في النص، ده معناها إن قاع المحيط اتحرك وتبقى القارات اتحركت. فقالوا له والله جميل قوي الرسم ده، بس احنا هننزل قاع المحيط ازاي؟ قال لهم نتصرفوا بقى، لازم ننزلوا قاع المحيط. قال لهم هاتوا بتوع الفيزياء، مش احنا كل ده قاعدين في الدليل الفيزيائي الاول؟ تعالى يا بتاع الفيزياء، تقدر تخترع لنا جهاز ننزل بيه قاع المحيط، او هو ينزل قاع المحيط ويصور لنا قاع المحيط ويجيب لنا عينات وندرسوا المجمة اللي في قاع المحيط؟ بتوع الفيزياء قالوا اه نقدر. راحوا جايين بعد فترة من الزمن عملوا جهاز. دلوقتي بقى معانا جهاز ينزل قاع المحيط. يلا بينا، ايه رأيك؟ هننزل الجهاز ده في النص ولا هننزله على اطراف المحيط؟ جدع، اللي قال على الاطراف ده بيفهم، واللي قال في النص ده بهيمة. ليه؟ اللي انا لو نزلته في النص هنا هلاقي مجمة، ولو نزلته هنا هلاقي مجمة، ولو نزلته في النص هنا هلاقي مجمة. اما لو نزلته على الاطراف وما لقيتش مجمة يبقى ما اتحركتش، ولو لقيت مجمة على الاطراف يبقى اتحركت. يلا بينا يلا بينا. راحوا اخدين بعضهم ورايحين على حواف افريقيا. شاطر. وراحوا عند حواف امريكا الجنوبية، وقال له يلا ننزل على حافة المحيط من هنا ويلا ننزل على حافة المحيط من هنا. وكانت أقوى مفاجآت علمية. لقينا على أطراف المحيط الأطلنطي جنب أفريقيا مجمع عمرها 100 مليون سنة. رحنا على الحواف بتاعت أمريكا الجنوبية ونزلنا في المحيط وشفنا القاع، لقينا مجمع عمرها 100 مليون سنة. مجرد اللي احنا لقينا مجمع على الاطراف ده معناها اللي هي اتزحزحت ولا لا؟ اتزحزحت. اصل ما فيش مجمع اصلا بتتكون على الاطراف، المجمع كلها مفروض في نص المحيط. مجرد اللي انا لقيت مجمع على الاطراف ده ملهوش غير معنى واحد، ده معناها عندنا ان قاع المحيط اتحرك
فكمان عندنا القارات اتحركت، وعرفنا ده اللي احنا لقينا الماجما مش في مكانها. يا عيني على الكلام. الفكرة اللي فاتت لقينا الصخرة مش في مكانها، والفكرة دي لقينا الماجما مش في مكانها. واي حاجة ما نلاقيهاش في مكانها دي معناها اللي هي اتزحزحت، ولا ايه؟ هو ده. يبقى الكلام بقى واضح. احنا اتأكدنا ان قاع المحيط اتزحزح عشان لقينا في تماثل على جانبي المحيط. يعني لو لقينا، بص يا جماعه الكلام ده ما معايا، هنا مجمع عمرها 100 مليون وهنا 100 مليون، وتلاقي مثلا دي شحنتها موجبه جبه جبه، وتلاقي دي شحنتها موجبه، يعني الاثنين نفس المجال المغناطيسي. تلاقي الحته البيضاء دي عمرها مجمع عمرها 50 مليون، هنا 50 مليون، شحنتها سالبه. ليه؟ بص 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 بص. تلاقي المجمة الزرقاء دي عمرها مثلا 30 مليون، الزرقاء دي 30 مليون، وتلاقيها موجبة موجبة موجبة، هوبا هوبا هوب. وتلاقي المجمة البيضاء دي 20 مليون 20 مليون، سالبة 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 سالبة. وتلاقي المجمع عندنا الموف دي عمرها 10 مليون، ودي 10 مليون، موجبة موجبة موجبة. خدت بالك من حاجة؟ وجد تماثل على الجنبين. تعالى لي يا احمر اهو، بص ده الحيد، على جانبي الحيد في تماثل 10 10 20 20 30 30 50 50 100 100. في تماثل في العمر، اللي عمره هنا هو عمره هنا، واللي عمره هنا هو اللي عمره هنا. ولقينا تماثل في المجال المغناطيسي. انت موجب انا موجب، انت يخضر موجب وانا يخضر موجب، انت سالب انت سالب، انت موجب انت موجب. في تشابه في الجنبين. وجد تماثل للأشرطة المغناطيسية، دي بيسموها الأشرطة المغناطيسية. ليه سموها كده؟ دي الماجما. أيوة، ما هي الماجما بيطلع معاها أكسيد حديد وبيعمل مجال مغناطيسي، صح؟ أكيد صح. فهنا وجد تماثل على جانبي الحيد، لقينا على الجنبين في تماثل، مع إن على جنب واحد. بص على الجنب ده بس، هل في تماثل 10 20 30 40 50 في تماثل هنا؟ مفيش حاجتين شبه بعض. على احد الجانبين مفيش تماثل، على الجانبين في ايه؟ تماثل. نبي كلام جميل ومحترم، وهو ده بقى، هو ده الكلام اللي بجد. استاذ حميده، كل اللي انت شرحته ده مكتوب في كتاب المدرسه سطرين، لو اعتمدت عليهم ازيك عامل ايه؟ ان الموضوع زي ما انت شايف مش قليل. تروح بقى الامتحان تلاقي الرسومات دي بيسألك هنا مين القطب اللي شبه مين، هنا مين الأحدث في النص، الأقدم عند الأطراف، والرسمة دي أثبتت لنا إيه، والرسمة دي فيها مغناطيسية، تشابه للمغناطيسية على الجنبين، والرسمة دي أثبتت لنا إن قاع المحيط اتحرك يبقى القارات اتحركت، وحكايات وحكايات على الرسمة دي. وفي الآخر الحوار كله في سطرين مكتوبين في كتاب المدرسة. حيد وسط المحيط، يعني كسر في قاع المحيط. ويظهر ذلك عند دراسة حيد وسط المحيط، لما ندرس حيد وسط المحيط، حيث تتماثل الأشرطة، نلاقي تماثل على الجنبين، وريتهولك. والأشرطة المغناطيسية قصده المجمع عشان ليها مجال مغناطيسي، وتغيراتها 100 100 50 50 40 40 30 30 تغيرات على جانبي الحيد، مما يدل على حدوث انجراف القارات. شاطر. بص يا بابا، لو المجال المغناطيسي للأرض النهارده ده اتجاهه مثلا هنا الشمالي وهنا الجنوبي، حلو كلام، وطلعت مجمة، وكانت المجمة دي عندها قطب، ما هي ليها مجال مغناطيسي، هنا الشمالي وهنا الجنوبي، القطب ده شبه قطب الأرض، القطب ده هنا الشمالي وهنا الجنوبي، وهنا الشمالي وهنا الجنوبي. لو طلعت مجمة وعملت مجال مغناطيسي مشابه لمجال مغناطيسي الأرض نسموها أقطاب عادية. اسمها أقطاب إيه؟ عادية، شمالي مع شمالي وجنوبي مع جنوبي. ده الأرض اللي احنا عايشين عليها، الأرض اللي احنا عايشين عليها هنا الشمالي وهنا الجنوبي. طلعت مجمة وعملت مجال مغناطيسي، ولقينا المجال المغناطيسي بتاعها بيشاور زي القطب بتاعنا، ده بيسموها أقطاب عادية. ولو طلعت مجمة
وعملت مجال مغناطيسي عكس مجال الارض، يعني الشمالي تحت والجنوبي فوق. هل ده زي مجال الارض ولا عكسه؟ عكسه، شمالي مع جنوبي وجنوبي مع شمالي. لو طلعت ماجما وعملت مجال مغناطيسي عكس مجال مغناطيس الارض بنسموها اقطاب منعكسه. اسمها اقطاب ايه؟ منعكسه. يبقى انا عندي كام نوع من الاقطاب؟ يا تطلع ماجما تعمل اقطاب مشابهه لمجال الارض اسمها اقطاب عاديه، يا تطلع ماجما وتعمل اقطاب عكس مجال الارض يبقى اسمها اقطاب منعكسه. استاذ حميده، هو ممكن القطب ينعكس؟ يعني الشمالي يبقى مكان الجنوبي والجنوبي مكان الشمالي؟ طبعا ممكن، ودي في حاله واحده، لو الماجما اللي موجوده جوه اللب، ايوه اللب، مش اللب الخارجي بيحتوي على مصهور الحديد والنيكل، لو بيلف كده وبدأ يهدي سرعته وبدأ يعكس اتجاهه ويلف كده، لو تغير اتجاه حركة الصهير في اللب الخارجي ينعكس القطبين. عشان لو جاء قال لك عندنا حدوث انعكاس الأقطاب، تسمع انعكاس الأقطاب يبقى انعكاس الحركة داخل عندنا اللب الخارجي. قول يا أستاذ حميدة. تعالى يا ابني. طبعا دي رسمة بتبين اللي أنا حكيته، وبتبدأ من فوق وبعدين بيبين لك هنا بقى الأقطاب الغامقة دي على الرسمة أقطاب عادية. أقطاب عادية يعني نفس اتجاهها واتجاه الأرض. يبين لك عندنا الحتت البيضاء اللي في النص دي أقطاب منعكسة، يعني دي طالعة بمجال مغناطيسي عكس اتجاه الأرض. شكرا يا عم. اكتب الأقطاب العادية، وهي الأقطاب التي يتشابه اتجاه مجالها المغناطيسي، اتجاه مجالها المغناطيسي مع اتجاه القطب الحالي للأرض، مع اتجاه القطب أو المجال الحالي للأرض. يلا بينا. الأقطاب المنعكسة، وهي الأقطاب التي ينعكس اتجاه مجالها المغناطيسي، ينعكس اتجاه مجالها المغناطيسي مع الاتجاه الحالي للمجال الحديث. يلا بينا. تعالى اقرا الجمل دي بعد اللي انا شرحته ده كله. الصخور على جانبي حيد وسط المحيط متماثله، على الجنبين في تماثل، تماثل في العمر 100 100 50 50 40 40، في تماثل على الجنبين، وفي تماثل في المجال المغناطيسي، انت موجب انا موجب انت سالب انا سالب، في تماثل في المجال المغناطيسي. اما على احد الجانبين، احد حط عليها دايره كده، يعني لو على جنب واحد لا، دي مختلفه في العمر، دي مختلفه في المجال. الجنب الواحد 10 20 30 50، على الجنب الواحد في اختلاف. واوعى تنسى ان الصخور الاحدث هي الاقرب للحيط، يعني الاحدث في النص، والاقدم كلما بعدنا عن الحيط. وبكده يبقى احنا خلصنا النقطة الأولى. بص يا ناس، بص الحركة دي، يبدأ يحصل اهو تباعد، يحصل تباعد ميديان، قصدي حيد وسط المحيط اهو، ويبدأ تطلع ماجما، وتبدأ الماجما تبعد. بص الماجما القديمة ماشية ازاي، فتطلع ماجما تانية وتمشي وراها، قاع المحيط بيضحك. بص القديمة رايحة فين، وتطلع ماجما تاني وتبدأ تمشي عند شوف قاع المحيط، وتطلع ماجما تاني وتمشي عندنا. بص الماجما القديمة رايحة فين رايحة فين رايحة فين، بص الماجما القديمة راحت هناك، مع السلامة يا ماجما. بص راحت على الأطراف، والماجما الحديثة هي اللي فين؟ هي اللي في النص. يبقى الماجما الحديثة بتبقى في المنتصف، وراحت الماجما كده، معناها اللي قاع المحيط طول ما الماجما طالعة وماشية كده اعرف ان قاع المحيط بيتحرك، واعرف ان القارات اللي جنب منه تتحرك، فاثبتنا زحزحة القارات.
شكرا يا عم. وبكده يبقى انا خلصت اول دليل، الدليل المغناطيسي والدليل الفيزيائي. لو قدرت تفهم من اللي انا قلته معلش انت ممكن تسمع الدليل ده 10 دقايق الناس شرحته، ما تزعلش، انا معقد شويه وبحب المعلومه تبقى كامله. اصل انا عارف اسئلتها بتيجي ازاي، وعارف اللي هو مش هيجيب لك على الكلمتين اللي في الكتاب، وعارف ان الاسئله بتاعتها عايزه حد بيفهم. لو فهمت اللي انا قلته 50% تاكد اللي هتحل اي سؤال على المغناطيسيه في اي كتاب. انا عملت اللي عليا في المغناطيسيه واديتها وقتها كامله، دي من اصعب الاجزاء اللي موجوده في ثانويه عامه. وحاول تذاكرها على طول وتحل عليها من كل حته على طول، ما تستناش عليها. حل يعني خلص الحته دي وابدا حل عليها على طول، اصل الباقي ده كله كلام جميل وسهل هتفهمه. تعال نشوفوا بقى بتوع الجغرافيا قالوا ايه بقى. طيب تعال بقى المناخ القديم، هتلاقي عندك في بداية الورقة فوق مكتوب المناخ القديم، ده دليل على النص الكرة الشمالي، يعني زحزحة حصلت في النص الشمالي. بص بقى الكلام بتاع الجغرافيا بقى. ادي الارض، بص كده، ادي الارض اللي احنا عايشين عليها. الناس بتوع الجغرافيا قسموا الارض لمناطق مناخيه، يعني ده خط الاستواء، حلو، بيسموها المنطقه الاستوائيه. هنا اسمها المنطقه المداريه، هنا اسمها المنطقه المعتدله، هنا اسمها منطقه الغابات ذات الاشجار او الاوراق المتساقطه اللي بتنزل طول السنه، هنا منطقة الأشجار الصنوبرية، أشجار الصنوبر، هنا هي المنطقة القطبية. دول منطقة 2 3 4 5 6. هم الناس بتوع الجغرافيا قسموا عندنا المناطق المناخية ل6 مناطق ثابتة، هم 6 مناطق، كل منطقة ليها مناخها. احنا عارفين المنطقة الاستوائية مناخها عامل ازاي، وعارفين المنطقة القطبية مناخها عامل ازاي. فدي نطاقات متوازية مرسومة كده، خطوط من الشرق للغرب زي ما بيقولوا بتوع الجغرافيا، وهي كلها بتوازي بعض. حبيبي المناطق دي ما بتتغيرش، امال المناخ بيتغير ازاي؟ القارة هي اللي بتمشي. يعني القارة كانت هنا مثلا القارة كانت هنا واتزحزحت وجت هنا، هل فضلت في نفس المناخ؟ لا يا حبيبي، القارات هي اللي بتتزحزح، اما النطق المناخيه ما بتتزحزحش، هي اماكنها ثابته، هي القارات اللي بتتنطط، هنا حبه هنا حبه هنا حبه هنا. حلو حلو، ويشاء القدر. يلا بينا نبدا اول دليل، اللي احنا نحفر في المنطقه دي. ركز كده معايا، في منطقه بارده هنا كده لقينا، ودي كانت اوروبا، لقينا طبقات من الملح المتحجر عمره 250 مليون سنة. لقينا ايه؟ ملح وفي اوروبا وفي منطقة باردة. طب ازاي؟ اكيد الملح ده ما اتكونش هنا، اصل الملح لا يتكون الا في بيئة قاحلة جافة شديدة الحرارة، تتبخر المية، يترسب الملح، يتحجر الملح، يعني الملح ما ينفعش يتكون هنا. فعرفنا اللي هي كانت هنا، اوروبا كانت هنا في منطقة ايه؟ مدارية. اوروبا كانت في منطقة مدارية والنهاردة هي في منطقة باردة، يعني معناها اتزحزحت ولا ما اتزحزحتش؟ مجرد اللي انا الاقي ملح هنا مع ان الملح ما بيتكونش هنا، ده معناها اللي هي اتزحزحت من مكانها ولا ما اتزحزحتش؟ اتزحزحت، اتكونت في مكان ولقيناها في مكان، يبقى اتزحزحت. الفحم بيتكون في المكان ده عند المنطقة الاستوائية، بنحفر عند القطبين لقينا الفحم في المكان ده. اللي ودى الفحم عند القطبين ايه؟ النط لوحده؟ اكيد القارات اتزحزحت من تحت لفوق. بنحفر في المكان ده هنا، مفروض بيكون الشعب المرجانية في الحتة دي كده، مفروض الشعب المرجانية. احنا بنحفر عند القطبين هنا لقينا شعب مرجانية، الشعب المرجانية اتكونت هنا واحنا لقيناها هنا.
الفحم اتكون هنا واحنا لقيناه هنا، الملح اتكون هنا واحنا لقيناه هنا. ده معناها كل اللي تحت اتزحزح وطلع فين؟ فوق. ده معناها حدثت حركات، ايوه، وزحزحه، ايوه، واتزحزحت واتحركت. يبقى القارات اتزحزحت ولا لا؟ اتزحزحت. بس خلاص، ادي دليل الجغرافيا. مجرد اللي انا الاقي حاجه مش في مكانها معناها اللي هي اتزحزحت من مكانها. هم بيقولوا ايه بقى؟ تعالى، المناخ القديم، خلي بالك اللي انا شرحته ده في نص الكره الشمالي، يعني عشان لو جه في الامتحان قال لك عايز دليل في نص الكره الشمالي فبيتكلم عن المناخ القديم. الاحزمه المناخيه تمتد من الشرق للغرب في نطق متوازيه، يعني لقينا الاحزمه المناخيه خطوط متوازيه تحت بعض، وهي ثابته متدرجه، استوائيه، فوقها مداريه، فوقها معتدله، منطقه غابات متساقطه الاوراق، منطقه غابات، منطقه متجمده. ادي 6 مناطق فوق بعض. ايوه 6 مناطق. ولما درسنا السلم الجيولوجي عرفنا ايه؟ المتبخرات القديمه، مش المتبخرات بس. متبخرات بس دي صخور رسوبيه كيميائيه، ارجع وافتكر. اما المتبخرات القديمه قصده بيها الملح اللي اتراكم واترسب في هيئة طبقات نتيجة ان المحاليل اتبخرت والاملاح اترسبت، وده ما بيحصلش الا في بيئة جافة قاحلة. روح كده، مين البيئة الجافة قاحلة؟ اكتب على جافة قاحلة شديدة الحرارة. ايوه، في بيئة شديدة الحرارة، حيث تتواجد في منطقة شديدة البرودة في اوروبا وكندا. هو الملح اتكون في منطقة شديدة الحرارة واحنا لقيناه في منطقة شديدة البرودة. ده يؤكد ان هي اتزحزحت ولا لا؟ اتزحزحت. تعالى، احافير الشعب المرجانية. الشعب المرجانية بتتكون في بيئة مدارية، والفحم يتكون في بيئة استوائية، ودول تحت، ووجودهم الآن حاليا قريبة من المناطق القطبية، مما يدل أنها كانت في منطقة واتنقلت لمنطقة. كده انا اديتك 3 حاجات في المناخ القديم. الملح اتكون تحت لقيناه فوق، الشعب المرجانية اتكونت في منطقة مدارية لقيناها في قطبية، الفحم اتكون في منطقة استوائية ولقيناه في قطبية. كل دول يأكدوا ان القارات ايه؟ اتزحزحت. وانا علمتك ان الحركة العامة للقارات غالبا من الجنوب للشمال. يلا اديله. الشعب المرجانية والفحم فسرت أكثر من ظاهرة جيولوجية. إيه يا عم؟ تعال بص على الشعب المرجانية. إحنا خدناها كم مرة في المنهج؟ هما مرتين. مرة خدناها في الحركات الأرضية الرافعة، ومرة خدناها في زحزحة القارات. صح السمين. والفحم كمان خدناه مرتين في المنهج، مرة في الحركات الأرضية الخافضة ومرة في زحزحة القارات. فبيقول لك الشعب المرجانية والفحم فسرت أكثر من ظاهرة. اكتب رقم 1: الشعب المرجانية فسرت الحركات الأرضية الرافعة وحدوث زحزحة القارات. 2: الفحم فسر الحركات الأرضية الخافضة. فسر الحركات الأرضية الخافضة وزحزحة القارات. تهيألي الدليل الجغرافي حاجة سهلة جدا. وتهيألي بقى الأدلة الجيولوجية، هتقلب الورقة هتلاقي عندك الدليل 3 و4 و5. ال3 أدلة اللي باقيين هما في نص الكرة الجنوبي. هما في نص الكرة الجنوبي، عشان لو قال لك عايز أدلة على نص الكرة الجنوبي تحت، قصدي جندوانا العظمى، يبقى أنا بتكلم في ال3 دول. قال لك لوراسيا الشمالية، يبقى بيتكلم عندنا في المناخ القديم. تعالى يلا بينا اسمع الحكاية اللي أنا أحكيها لك دي. آدي الأرض اللي إحنا عايشين عليها، أنا اللي هحكيه كله في نص الكرة الجنوبي. يعتقد العلماء ان من 250 مليون سنة، يعني في العصر البرمي، كان النص الجنوبي ده كده كله
عبارة عن قارة واحدة، كل النص ده كان قارة واحدة عملاقة كنا بنسموها جندوانا. أيوة، جندوانا العظمى، النص الجنوبي. ويعتقد العلماء إن في الفترة دي من الزمن، بص الكلام، حصل ضغط هنا فتكونت سلاسل من الجبال، اتكونت مجموعة جبال هنا. ويعتقد العلماء ان كمية كبيرة من التلج سقطت على قمم الجبال، نزلت كمية تلج كبيرة على قمة الجبل كده، نزلت كمية تلج كبيرة وفضلت تتراكم على قمم الجبال. الجبال فوق بتبقى منخفضة قوي في حرارتها، فبدأت تتراكم كتل على قمم الجبال، عملت حتت تلج كبيرة عملاقة، حتت تلج مرعبة. وطبعا كل ما التلج ينزل تكبر 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 تكبر، يختل توازنها، فتبدأ قطعة التلج دي تنزل تجري تتزحلق، وهي نازلة بتشيل الرواسب معاها. رواسب من نوع ايه يا استاذ حميد؟ حبيبي مش دي سلاسل، انت عارف يعني ايه سلاسل جبال؟ يعني مجموعة جبال جنب بعض كلها تركيب واحد. يعني مثلا لو هنا حجر جيري 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 جيري، يبقى هنا هتلاقي جيري 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 جيري، وهتلاقي هنا حجر جيري 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 جيري، يعني كلهم تركيب ايه؟ واحد. فلو نزلت الكتل دي تتزحلق، استاذ حميد احنا خدناها قبل كده الكتل دي، طبعا كنا بنسموها الثلاجات. كتل عملاقة من التلج تنهار من على قمم الجبال حاملة معها الرواسب إلى قدم الجبل. مش ممليك التعريف ده في أول حصة في الباب الرابع؟ فين يا حميدة؟ في النقل جوه دورة الصخور. أيوة الثلاجات. كتل عملاقة من التلج هتنزل تتزحلق من على الجبل، وهي نازلة تتزحلق من على الجبل هتاخد معاها الرواسب، فهترمينا كل الرواسب هنا. بص رميتها هنا قدام الجبال. ومع مرور الزمن ينزل رواسب، ويعدي يوم واتنين وسنة وسنتين ومليون و160 مليون سنة. يا نهار اسود، 160 مليون سنة والتلج ينزل، والتلج يديله زحلقة، وينزل التلج عندنا على الأرض حامل معه الرواسب، وتترمى الرواسب هنا وتترمى الرواسب هنا، وبدأت القارة تتملى رواسب كلها من نوع واحد، فاتحجرت وعملت صخور كلها من نوع واحد. خد بالك، وكلها عمر واحد. كل دي رواسب اتحولت لصخور وكلها نازله من على الجبال. الكلام ده فضل يحصل من 250 مليون سنه لغايه من 90 مليون سنه، يعني مع نهايه الطباشير. اطرح 250 من 90، 160. يعني انا قصدي اقول لك ان فضلت الرواسب تنزل 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 تنزل، ومالت عندنا كل قاره كبيره، وحدث الانفصال. بدأت القارة الكبيرة تتكسر لحتت، حتة اتكسرت كده، شايفها الحتة دي الجنب ده كده، ومشت وكانت أمريكا الجنوبية، وأخذت معاها حتة من الرواسب. وحتة اتكسرت صغننة كده ونزلت لتحت، وكانت جزر الفوكلاند تحت أمريكا الجنوبية. وحتة اتكسرت كده واخدت معاها رواسب ونزلت، فكانت القارة القطبية الجنوبية. وحتة اتكسرت كده واخدت بعضها ومشت كده واخدت معاها حتة من الرواسب، وكانت استراليا. التورتة اتقسمت يا ناس، وحتة عندنا اتكسرت كده وماشت كده وراحت ناحية آسيا، وكانت الهند واخدت معاها حتة من الرواسب. وما تبقى كان افريقيا، اهي افريقيا ومعاها جزء من الرواسب. عارف الكلام ده معناه ايه؟ ان كل القارات الجنوبية اللي موجودة دلوقتي فيها نفس النوع من الصخور. كذاب كذاب كذاب. ليه يا استاذ حميدة؟ عندك دليل؟ انا بقى بتاع الجيولوجيا عندي دليل. عارف ايه؟ يلا بينا نطلع دلوقتي نروح نلف على القارات ونحفر.
هنلاقي كل الصخور اللي في القارات دي كلها صخور واحدة. فالعلماء مش هيستنونا، أخدوا بعضهم وطلعوا على كل القارات الجنوبية. راحوا عندنا حفروا في أمريكا الجنوبية، وحفروا في أفريقيا، وحفروا عندنا في استراليا والقارة ويت ويت ويت. وكانت مفاجأة. بص كتاب المدرسة الباشا كاتب ايه؟ وجد التشابه بشكل مثير. واو، يا ايه ده؟ احنا ما شفناش تشابه بالمنظر ده. ايوه حقيقي ما شفناش تشابه كده. كل الصخور اللي في كل القارات الجنوبية كلها شبه بعض. ده يؤكد ان القارات دي كلها كانت قارة ايه؟ واحدة. جاء بقى مجموعة من العلماء قالوا طب ما تيجي نعيد الدراسة تاني بس على قارتين بس، أمريكا الجنوبية وأفريقيا بس. ودرسوا كل الصخور هنا ودرسوا كل الصخور هنا. وكان التشابه التام. كتاب المدرسة فولة واتقسمت نصين، أفريقيا وأمريكا الجنوبية. كل حاجة هنا شبه كل حاجة هنا. وده يؤكد إن القارات دي في الماضي كلها كانت قارة إيه؟ واحدة. فين الكلام ده يا صحمينا؟ تعال اعلمك. بص يا ابني، مسالج الحياة القديمة، مسالج يعني ثلاجات، كتل التلج العملاق، يظهر في نص الكرة الجنوبي. كل اللي انا بنحكيه ده في نص الكرة الجنوبي. يظهر في نص الكرة الجنوبي مجموعة من الصخور. ماشي يا عم، لقينا في كل القارات مجموعة من الصخور. يعود تاريخها من نهاية الحياة القديمة إلى العصر التباشيري. هتلاقي في آخر ورقة تحت كاتب لك من 250 ل 90 مليون سنة، حيث تتشابه هذه الصخور فيما بينها بشكل مثير. يعني كل عندنا القارات دي لقينا فيها نفس الصخور قوي، شبه بعض قوي، رغم ان كل قارة بقت بعيدة عن التانية. امريكا الجنوبية في حتة، وجزر فوكلاند في حتة، وافريقيا والهند، وكل قارة في حتة. تعالى انزل تحت الرسمة. وفسر ذلك على وجود قارة عظيمة في الماضي، عظيمة جدا، لها عندنا حجم مرعب، مساحة كبيرة اسمها جندوانا. وبتوزيع رواسب الثلاجات، لما شفنا الرواسب اللي نزلت مع التلج على كل القارات السابق ذكرها في ايه؟ يدل ان حركة الانجراف لعبت دورا كبيرا في التوزيع الجغرافي. يعني انزحزحت وكل حتة راحت لوحدها. ولقينا التشابه التام، تشابه تام للرسوبيات اللي نزلت مع الغطاء التلجي، يعني اللي نزلت مع التلج في أمريكا الجنوبية وأفريقيا. وده يؤكد إن القارتين في الماضي كانوا قارة واحدة وبعدوا عن بعض. كده أنا قدمت لك دليل جبار وسهل. كل القارات فيها نفس نوع الصخور، ده يؤكد إن كلها كانت قارة إيه؟ واحدة. تعالى. وطبعا كتبت لك اهو ان المسالج القديمه بيعود تاريخها من البرم 250 مليون للتباشير 90 مليون. تعالى. الاحافير الحيوانيه والنباتيه. انا مش مصدق والله. انت عارف ان كل قاره وليها كائناتها. ايوه، يعني النباتات اللي موجوده في افريقيا مفروض غير اللي موجوده في امريكا الجنوبيه، مفروض غير اللي موجوده في اسيا. وكل قارة ربنا خلق لها نباتات خاصة بيها، وكل قارة وليها حيوانات خاصة بيها. يعني مثلا الفيل الأفريقي ماله؟ أنا بدي مثال عادي يعني. ماله الفيل الأفريقي؟ اتولد فين؟ في أفريقيا، شاطر. ومات فين؟ في أفريقيا، شاطر. واتدفن في افريقيا، ولقينا حفرياته في افريقيا. فده طبيعي عشان هو فيل افريقي. اللي مش طبيعي بقى اللي احنا نلاقي حفريات الفيل الافريقي ده في امريكا الجنوبيه. ايه اللي ودى الفيل الافريقي امريكا الجنوبيه، مع ان ما بين امريكا الجنوبيه وافريقيا المحيط الاطلنطي كله؟ ايه نزل وعم بودانه الكبيره وعدى المانش كله وعدى المحيط وراح هناك. انا بقول كده فالعيال ما صدقتنيش. اجي يوم السبت ارجع من الحصه الاقي كل الجروب بتاعنا اللي منزل لي عندنا فيل بيعوم،
وبعتين لي فيديوهات، واللي جايب لي فيه ماشي عندنا في قاع المحيط، واللي جايب لي فيه بيعوم بقى الولد السباح العالمي. في ايه يا جماعه؟ وختمت بقى بالليل اللي انا لقيت واحد باعت لي فيديو فيل بجناحات بيطير، وكاتب لي يا استاذ حميده ما هو بيطير اهو. حاجه حلوه قوي والله. وفي الاخر كل الفيديوهات ديت من افلام كرتون طرزان وهبل. انا مش مصدق والله يا حبيبي، والله دفعه فيها فراغ في دماغها يا حبيبي. ده فيل لسه من كام يوم، فيل صغنن قد كده وقع في بركه ميه وهو ماشي في الشارع، غرق فيها، مات فيها، غرق في بركه على الارض. هيعدي المحيط كله عوم في ايه يا جماعه؟ هذه الكائنات لا تستطيع ان تخوض المحيطات. في كائنات ياما عايشه في افريقيا ما تقدرش تعدي هناك. ما هو حاجه من اتنين، يا الفيل راح لامريكا الجنوبيه، يا امريكا الجنوبيه هي اللي كانت لازقه جنب الفيل، ولا ايه؟ يعني قصدك تقول يا استاذ حميده ان هم كانوا قاره واحده؟ كانوا قاره واحده، والفيل كان هايص وبيلعب على القاره دي كلها. ولما عندنا مات وانفصلت القارات، جزء راح هنا وجزء راح هنا. ده احنا لقينا على حواف افريقيا بذور نباتات واوراق نباتات متحجره، ولقينا على حواف امريكا الجنوبيه نفس البذور بنفس الحفريات كلها متحجره، ولقينا على سواحل الهند نفس البذور بنفس الحفريات متحجره. ده يؤكد ان كلها كانت قاره ايه؟ واحده. دي بيسموها الاحافير الحيوانيه والنباتيه. هناك ادله على اتصال القارات مع بعضها. توجد احافير لبعض الزواحف وكلها من جنس واحد، كل دي حيوانات من نوع واحد، وهي لا تستطيع ان تخوض المحيطات، وكلها في كل القارات الجنوبيه. ده دليل ان القارات كلها كانت قاره واحده. لقينا احافير واوراق وبذور نباتات اوليه بريه في كل القارات دي. ده يؤكد ان كلها كانت قاره واحده. تعالالي البناء الجيولوجي للجبال والقارات. انت عارف، بص كده، انت عارف ان الجبال بيبقى شكلها متناسق كده. ده شكل الجبل اهو، جبل يا ناس بالشكل ده اهو، بالشكل ده اهو. ده الشكل المتناسق للجبل. عارفينه، ماله بقى؟ الجبل ده كان موجود على القارة قبل ما تنفصل. حصل انفصال، وحظ الجبل الاسود الانفصال حصل من هنا، فاتقسم الجبل نصين. نص راح مع مثلا افريقيا، ونص راح مع امريكا الجنوبيه. استاذ حميده ايه دليل كلامك ده؟ لو نزلنا دلوقتي على سواحل افريقيا هنلاقي انصاف جبال. استاذ حميده في حاجه اسمها نص جبل؟ ايوه، ما انا قلتها لك يا ابني اهو. نطلعوا نجروا كده، هتلاقي على البحر في الافلام كده طالعين يجروا ورا بعض في الجبل، يجري 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 يجري، يوصل لاخر حته من الجبل تلاقي الناحيه الثانيه نازله كده. وعلى المحيط ده كل الافلام الهندي بتصورها هنا، عشان الهند عندها انصاف جبال ياما. والافلام الاكشن كلها هطير من هنا ونط من هنا والحب كله هنا. في ايه يا ابني؟ دي عندنا انصاف جبال. ايوه انصاف جبال. وتلاقي بقى العربيات تطير كده، وكل الافلام متصوره في الحتت دي. ده اسمه نص جبل. رحنا على حواف افريقيا لقينا نص جبل. رحنا على حواف امريكا الجنوبيه لقينا النص التاني. اللي عرفك ان النص ده بتاع النص ده؟ ما هي باينه يا ابني. اخدنا من هنا عينات ومن هنا عينات ومن هنا صخور ومن هنا صخور، لقيناهم نسخه واحده بالظبط. وده يؤكد ان القارات دي كلها كانت في الماضي عباره عن قاره ايه؟ واحده. يا ابني ده احنا لقينا حته من جبل في جنوب افريقيا تحت، ولقينا حته من الجبل في الارجنتين امريكا الجنوبيه، لزقناهم في بعض لقيناهم هم جبل واحد بس ناقص له حته. رحنا ندوروا على الحته لقيناها في استراليا يا ناس. ده معناها افريقيا وامريكا الجنوبيه واستراليا كانوا قاره واحده، وكان في جبل كبير واتقسم كام حته؟ 3. وده يؤكد ان القارات كلها في الماضي كانت قاره ايه؟ واحده. البناء الجيولوجي للقارات يعني التضاريس. التراكيب الجيولوجيه يكمل بعضها البعض، قصده الجبال بتكمل بعض وتعمل شكل متناسق. لقينا تشابه كبير بين جبال افريقيا ونظيرتها في الارجنتين وسلاسل جبال استراليا، وده يؤكد انها كانت متصله ثم تباعدت. كفايه يا جماعه التعرجات
اللي شفناها على السواحل بتاعت أفريقيا هي مشابهة للتعرجات اللي موجودة على السواحل في أمريكا الجنوبية.